هل يوجد دليل على أن من يتثاوب دون أن يضع يده على فمه يدخل الشيطان فمه؟ نعم. أو هذا الحديث الثالث في صحيح مسلم، وهو حديث دقيق وخطير، وفيه دلالة قل من انتبه لها من العلماء. حديث خرجه مسلم في الصحيح عن جابر قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم. في آخر قال: إذا تثاءب أحدكم فليغط فاه. في رواية في مسلم: من تثاءب فليغط فاه فإن الشيطان يدخل. هذا أصرح حديث على تلبس الجن الإنسي. الذين ينكرون تلبس الجن الإنس هم المعتزلة. والتلبس ثابت، وأسهل طريق لدخول الشيطان في بدن الإنسان التثاؤب. وكذلك حفلات الحرام والرقص والاختلاط مع شرب الخمر وشدة الغفلة، ولا سيما النساء في الأعراس. لماذا ننكر التلبس؟ في بدن الإنسان فراغات، ثم المانع أن يدخل فيه الشيطان. ولا سيما أن الله تعالى ذكر عن آكلي الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يتخبط الإنسان. فتثاؤب الواجب على من تثاءب أن يكظم، فإن غلبه التثاؤب يغطي فاه. قال أهل العلم: إما أن يغطي فاه بظاهر اليسرى، وإما أن يغطي فاه بباطن اليمنى. تغطية الفم إما بباطن اليسرى لأن باطنها الاستنجاء، بباطن اليسرى أو بباطن اليمنى. فالواجب تغطية الفم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم.